السلام عليكم يا شيرين، ان شاء الله تلقاكم هذا الفيديو نتوما بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه ولا فكره ديروها العشاء خفيفه سهله وفي البنه. ما عندي ما نقول لكم تجي بزاف بنينه بزاف وما تشدي لكمش الوقت، توجدوها فيت في حاجه تاع 20 مينوت ولا تكونوا مكملين معاها. وما شاء الله عليها واحد الوصفه ما نعيا ما نحكي لكم، ما عندي ما نقول. دونك ما نطولش عليكم، نشوفوا المقادير تاع الوصفه. هنايا حكمت حبه تاع بصل، حبه كبيره تاع بصل قطعتها هكا على الطول، ما تخشنوهاش برك، ما تخشنوش قطعوها شويه شويه رقيقه. درت عليها شويه تاع الزيت وحطيتها في مقله، نقصت عليها شويه النار وغطيتها ونخلو هذاك البصل تاعنا يدبل. من جهه واحده اخرى نروح نحضروا الروز تاعنا. هنايا حكمت الكونتيتي تاع الروز، كل واحد على حسب الافراد الاسره تاعه. ضفت عليها الكميه اللي ديروها تاع الروز، ديروا نفسها نتاع الماء، نفسها ولا زيدوا غير شويه عليها ماء، يعني تغطوا الوجه تاع الروز تاعنا بالماء ونخلوها تغلي. نزيدوا لها ورقه تاع رند اولا ورق الغار، نزيدوا لها ورقه تاع الرند ونضيفوا شويه تاع الملح ونخليوها تغلي على نار هادئه ولا متوسطه. بينما وجدت عندنا بينما يطيب الروز تاعنا، هنايا كنت حكمت لي شامبينيون، غسلتهم وضفتهم لهذاك البصل اللي بدا يتبال معانا، راك تشوفوا بدا يتكراميليزا. ضفت له هذيك الكونتيتي تاع لي شامبينيون وخليتهم يتبالوا هما تاني يتقلاو شويه. غطيت عليهم، نقصت شويه النار باش ما يتحرقوليش. ايوا هنايا حكمت عفوا، هنا حكمت شويه كونتيتي تاع البولي اشي تاع الدجاج. كانت عندي شويه تاع الدجاج مرحي، ضفت له رويس تاع الثوم، سكرفجته، ضفت عليه شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع فلفل اسود، شويه تاع الملح، فوالا. ونضيفوا لها التوابل تاع الشاورما، ضفت لها التوابل شويه كركم وشويه تاع توابل الشاورما، ونخلطوا جيدا هادوك المكونات تاعنا. من بعد نشكلو هذاك البولي تاعنا، نشكلوه كويرات، دوك تشوفوا معايا، نشكلوه كويرات بهذه الطريقه. خلطناهم جيدا، من بعد غادي نشكلوه كويرات بهذه الطريقه. شكلناه كويرات. هنايا بعد ما دبال معنا هذاك الشامبينيون مع البصله، ضفت لها شويه تاع فلفل اسود. هنايا دو بريفيرونس ما تكثرش الملح باسكو لي شامبينيون بروحهم يجوا مالحين، دونك درت غير شويه تاع الملح. راكم تشوفوا معايا راه تقلى معنا هذاك البصل وهذوك لي شامبينيون. دونك غادي نحيهم نديرهم نحيهم من المقله، نديرهم في طبسي، نحطهم جانبا. وهنايا بعد ما خويت هذيك المقله، في نفس المقله ضفت شويه تاع الزيت، راح ندير هذوك لي بول تاع البولي اشي، نديرهم يتقلاو، نديرهم هكا يتقلاو معانا بهذه الطريقه. نغطيهم نخليهم يتقلاو معانا شويه. ديجا البولي بالخف يطيب، ما يشدلكمش الوقت، واحد 2 مينوت 3 مينوت راه يطيب. هنايا بعد ما بداو يتحمروا معانا، ضفت عليهم هذاك البصل مع الشامبينيون اللي كنا قليناهم، نخلطوهم هكا فوالا بهذه الطريقه. فوالا نضيفوا لهم هنايا شويه تاع الماء. هنا الا كانت عندك الكريم ليكيد من الافضل ديري لا كريم ليكيد ديريكتومون باش ما تعيش روحك، ضيفي لها الكريم ليكيد شويه تاع الفرماج وصيبو. الا ما كانش عندك كريم ليكيد كيفي، ضفت هنايا شويه تاع الماء، ما تكثرش بزاف الماء، شويه برك تاع الماء فوالا بهذه الطريقه. نخليهم شويه يتقلاو، من بعد نضيفوا عليهم شويه تاع الحليب
قلت لكم انا هاد المراحل درتهم بطريقه اقتصاديه باسكو ما كاش عندي الا كريم ليكيد، دونك درت في بلاصتها الحليب وتجي تمد لكم نتيجه واحده. بهاد الطريقه تمد لكم كيما تجيكم الكو تاع لا كريم ليكيد يجيكم بنفس الطريقه، بهاد الطريقه تاعي اللي درتها لكم. دونك ضفت لها شويه تاع حليب وغطيتها. هنا الروز تاعنا راهو جد، شوفي يجيكم مفرق حبه بحبه. هنا بلا ما تخلطوه حتى يكون وجد كيما راك تشوفوا معايا، عاده باش خلطته سينو كي يكون يطيب ما تخربوش كاع فيه، ما تخلطوه ما والو. نقصوا له برك شويه النار وخلوه يطيب في غرده. هنايا رحت حكمت باش تتقال معنا هذيك لاصوص شويه، حكمت مغرفه تاع الفرينه، ضفت عليها كويس تاع الحليب ونخلطو ندوبو هذيك الفرينه في هذاك الحليب، نخلطوه جيدا حتى تذوب معنا هذيك الفرينه مع الحليب. بهذه الطريقه نخلطوهم جيدا. دروك راح نضيفوهم الخليط تاعنا تاع الحليب. ها هو الخليط تاعنا راهو شويه ثقيل راكم تشوفوا ماراهش خفيف. انا راح نزيد له يتقال غير وحده، انا بغيت نزيد له شويه باش تجيني هذيك لا كريم تجيني سوا كيما الكريم ليكيد. نضيفوا لها شويه داك الحليب والاخر اللي خلطناه مع الفرينه ونخلوهم دقيقه برك ونطفوا عليهم. وهذه هي نقدموا هذاك الروز تاعنا بهذه الطريقه. قدمته وحده، اللي يبغي يزيده فوق لاصوص كل واحد كيما يحب. انا حطيت لاصوص جانبا معاه، تجي فيها واحد البنه حلوه وبنينه ما عندي ما نقول لكم. سيوها وردوا عليا بالخبر. وصلنا للنهايه تاع الفيديو، بقى لي نقول لكم تهلاو لي في روحتكم.